فربنا لما لقاهم أسلموا لأمره فأرسل سيدنا جبريل عليه السلام بالفداء وهي الأضحية. سيدنا جبريل ما يعرفش الغيب، وهو نازل من السماء شاف سيدنا إبراهيم وهو حاطط السكينة على رقبة سيدنا إسماعيل، فعشان ينبه سيدنا إسماعيل قال له الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قالها 3 مرات. فالتفت سيدنا إسماعيل وهو كانت خلاص على رقبته السكينة وقعد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سيدنا إبراهيم وقال الله أكبر ولله الحمد. ومن هنا جت سنة الأضحية وتكبيرات العيد في العيد الكبير والصغير فرحا بنجاة سيدنا إسماعيل من الذبح. وعشان كده ربنا عظم قوي الأيام دي وأقسم بيها في القرآن في سورة الفجر وقال والفجر وليال عشر، أيام كلها بركة وعبادة وصيام، لأن الثواب بيضاعف فيها قوي والعقاب كمان بيضاعف فيها قوي. أما يوم عرفة ده فسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال عليه إنه بيكفر سنة فاتت وسنة جاية، يعني بيكفر عنك 2 سنين. قولي بقى في الكومنتات انت صايم النهاردة ولا لأ، ولو ما صمتش تقدر تصوم من اللي جاي.